من طبيعة الحال غادي نقولو كلام الحق، حيت انت اللي كتجلسي الام ديالك بجنبك وكتقولي لها شنو غادي تقول، من باب الاستعطاف ديال المتتبعين والرأي العام. مجلسه الام ديالك وكتقولي لها ما تسخطيش عليه على المباشر، غادي يقولوا غير انا اللي محرشاك، وفعلا عينين زغوده هي اللي محرشاها. راه ما كايناش شي ام غادي تكره ولدها. بعض المرات عندها التضارب في الاقوال، مره كتقول لك راه ولدي وحقه نهار نموت يجي يديه، ومره كتقول لك واش انت اللي ولدتيني ولا انا اللي ولدتك. اذا هنا كتبان المؤامره اللي دارت على حميد راجل بنت نعيمه البدويه. خوتي العزاز، تعقلوا على داك الفيديو اللي كنت درت لكم فاش قلت لكم بلا الام ديال حميد شاده الورقه وكدير لها وكتقول لكم الافراج. حتى حنا عاوتاني كنديروا استشاره قانونيه مع الناس الاصدقاء المقربين ديالنا، كنقولوا لهم واش كاين شي افراغ كيجيب ورقه، ما كاين حكم، ما كاين جلسات، ما كاين. قال لك ما يمكنش. يعني من حق الام تصيفط عن واحد يعني كنقولوا على حساب الجلسه، استدعاء على حساب الجلسه، باش يتوصل بها حميد يعرف الجلسه ديالو هو الام ديالو فوقاش. يعني باش غادي توصل بهذه الجلسه هذه خاصو يجي بلاغ من عند عون قضائي. يعني العون القضائي اخوتي كيف ما كتعرفوا اي واحد من حقه يبغي يبلغ شي حكم او شي تبليغ ديال التفريغ او شيء من هذا القبيل هذا. كيتوجه لعند من طبيعه الحال العون القضائي. العون القضاء هذه هي الخدمه ديالهم، يعني كيبلغوا الاحكام وكيبلغوا استدعاءات وكيبلغوا وبزاف د الحوايج. حنا غادي نحددوا في هذا الشيء هذا اللي تكلمتي فيه انت عيني زغوده. شوفي نقول لك واحد القضيه، شوفي يعني انت كتبيني على الحقد الدافي اللي عندك ما بين اتجاه الاخ ديالك. راه شوفوا حنا كنحلوا فيديوهات، كنحللوا بزاف د الحوايج، وربي عطينا شي حوايج كنحسوا بهم بلا ما يقولهم داك الانسان، غير من خلال الهضره ديالو كنعرفوا شنو تحت راسو، كنعرفوا شنو في كرشو. انت في كرشك العجينه، وانت دابا ديك الضال اللي كتبني جاتك في حقك. باش عرفتي ديك الضال اللي انت كتبني جاتك في حقك، ها هي امك كتقول تصريح امام الراي العام انا ما كاتبه حتى لشي واحد، وداكشي اللي كتبني انت دابا جاك في حقك. انت حلال عليك هو حرام عليه. طلقتي جيتي جلستي حدا امك. راه شكون اللي كيجيه في الحق كثير؟ واش الراجل ولا المراه؟ المراه عندها الثلث، والراجل راكم كتعرفوا. ها المهم حاولي تسولي على راسك في هذه القضيه هذه. ولا انت بغيتي تثبتي حقك من حد امك باقا حيه، شديتي وبغيتي درتي داك الكارو درتي فيه فيلا، بتي فيلا ماشي حتى فيلا، وكتسمي على راسها على راسك بلا عندك فيلا، وبغيتي ديري الكراج للطوموبيل. وهذا راه هذه راه السيطره. ديري بحال ديك المصريه سيطره، والله سيطره عيني زغوده حقره ويسقع القا تصنتي عينين زغوده. شكون اللي كيدير المؤامره؟ شكون اللي كيدير التخابر على خوه ومرس خوه؟ ماشي انت. وراه انت اللي طلعتي عند ديك القناه اللي هي معروفه ولد امهم، انت اللي طلعتي لعنده وعطيتي شي حوايج اللي هما ما فهمتش واش كذبتي عليه وعمرتي له راسو. وقال هو في واحد لا فيديو اللي كيتهم فيه نعيمه البدويه بخوك اللي هو من باك بإلا مصاحب مع نعيمه البدويه ونص ديال ولادو ونص ديال حميد. هادشي هذا ماشي تفاهه. هادشي هذا ماشي كيضرب في الاعراض. هادشي هذا وشكون اللي قال له؟ شكون اللي كذب عليه ولا عطاه المعلومه غلطه ولا ندخلوا في ودنه باش يخرج هو يتكلم؟ والامور باين الا داروا التفرقه ديال قول المكالمات ما بينك وما بينه. هو كيسجل، انا نقولها لك، هو راه قالها بلسانه، قال لك اي واحد كيتواصل معايا من صحاب القنوات كنسجلو. اذا التسجيل ديالك راه كاين عنده. نهار اللي تنتي طيحي معاه في شي كويكو وبغيتي دير التروبا غادي يخرج اللي هو. المهم اخوتي العزاز، غير باش ما غاديش نطولوا عليكم في هاد الفيديو اللي هو يعني
جا خارج على الاراده ديالنا، حيت شفنا التصريح ديال الام دابا شنو كتقول. كتقول راضيه على الولاد ديالها كاملين، حتى حميد مرضي بالحق، غير خصو يحيد من حداها، يحيد من حداها، ما يبقاش يبان قدامها. راه ما ضرش الام، هو راه ما عندوش مع مو شي مشكل، اللي عنده ما عندوش مع خوتو الاخرين، اللي عنده عينين مع عينين زغوده. عينين زغوده نتوما عارفين بان هي جبادة البلا، عينين زغوده هي سبب المشاكل كامله اللي وقع في عين السيخ. وبيني وبينكم راه القنوات هي سبب المشكل، المشاهده. وهي راه هي اعترفت اليوم بالفيديو ديالها، قالت لك ملي كيوصل الشهر 3 و4 و9 و10 يعني كتكون اليوتيوب محركه شويه، كيبغيو يديروهم زعما ماده دسمه وينوضوا يخدموا بهم. ولكن من طبيعه الحال حنا هادشي ما ندوزوش مرور الكرام. شكون اللي كيبغي الشرشور؟ شكون اللي قالت له نوض السي الطيب دير لايف دابا ونوض نخدموا؟ شكون؟ كان مقطع الفيديو ديالك، انت اللي كتبغي تخدمي بالمأساة الناس، انت اللي كتخدمي بالمأساة ديالكم، انت اللي كتبغي تخرجي المواضيع اللي هي كتكلم على عين السيخ. ايوا انت اللي كتخرج المواضيع. شكون اللي كيصور ويصيفط القنوات؟ انا. وانت اللي ساكنه في عين السيخ، وانت اللي كتصوري، وانت اللي كتبيني شي حوايج اللي ما خاصهمش يعني هذاك راه خوك، كيف ما كان الحال خوك. على قبل المشاهده انت غادي تحطمي المشاعر ديال الاخ ديالك. وفاش يكبروا هاد الوليدات هادو ويشوفوا بين عمتهم كتنتقم منهم وكتخرجهم من الدار، والدار اللي هو حقهم، حق مشروع، لان باه مات. فهمتي؟ باه مات. هي تقولي لي داك الشيء راه على يامنا اللي هي امو، ولكن داك الشيء شكون اللي دوزو اليامنا؟ على من كان في النوبه الاولى؟ راه الدوله اللي دوزتها في الاسم ديال الام باش ما يضيعوش الاولاد. ايوا هي راه الا كانت كتفهم القانون، راه القانون باين. الا القانون حما دوك الوليدات منين كانوا صغار ما غاديش يظلم عليهم هما كبار. هذه راه من طبيعه الحال خصكم تعرفوا، لان ملي كيكبر بنادم وكيبغي حقه، الام حتى هي عندها حقها. ولكن باش نتوما غادي تخرجوا نتوما السيد من الدار وانت اصلا انت اصلا ما خصكش تتكلمي. علاش؟ لان هذاك خوك، وخوك راه عنده القسمه الكبيره. انت جايبه الراجل ديالك ومحوزه على امك، ولا هو ما يهضرش. ايوا كيف ما انت امك راه هو امك، من طبيعه الحال راه حتى هو غادي يبقى فيه الحال. كيفاش انت يا مرا وما عندكش كما قالوا الثمن في الخمس في الربع في السدس الثمن في الخمس يبقى لك غير السدس في العشر الوسط في العشر. دابا انا بغيت غير نعرف، والله العظيم هادشي كيضر في القلب. مسيسي عكاله عيني زقوده دايره الروينه في مواقع التواصل. قسما بالله اخوتي ما فهمتش هاد الحقره وهاد الظلم اللي كيتمارس على حميد راجل بنت نعيمه البدويه. هادشي كامل نقول لكم بسبب الفراش، بسبب المحتوى، بسبب التصوير. عنده مريم عندها الكاليتي في التصوير. وحتى الموضوع اللي هضرت عليه هي ما تكونش منرفزه كتحط لكم الموضوع ناضي. الاخرى لا، الاخرى كتبقى تجبد من جنابها وتحط. علاش كتحطي لنا امك؟ يلا علاش كتحطي امك؟ شنو غادي تقولي؟ يلا راه كتحطي امك على قبل استعطاف المتتبعين والراي العام وزيد. المهم اخوتي العزاز باش ما نطولوش عليكم، كل تضامن لا مشروط مع الاخت ديالنا مريم، اخونا حميد رجل بنت نعيمه البدويه. وكاينه واحد المساله غادي نزيد نضيفها. حميد نتوما عاطينه غير بيت، والطرف الاخر اللي من غير البيت عندكم عليه شي ملك، عندكم شي وثيقه كتثبت باللي هذاك ديالكم. ايوا البيت هو اللي خارج من عندكم. اما داك الصالون وداك الكوزينه وداك القور لا، هذاك ديال الدوله. يعني الدوله من حقها تعرف الرسوم ديال الملكيه فين واصله. ومن طبيعه الحال غادي تعرفوا كل شيء منين غادي تدلاو الملكيه وداك الشيء، وغادي تعرف شكون صاحب الحق. هو راه كيقول لكم الا قالوا المخزن يخرج ما غاديش يزيد فيها دقيقه. المهم غادي دي معاك هادي، وغادي نقول لكم
لقد ظهر الحق وزهق الباطل فإن الباطل كان زهوقا. وتهلا. والمهم ما نطولش عليكم، يعني زقودة دارتها فيكم بسلامة. باي باي. وتحية لجميع المتتبعين بعدا اللي كيتابعونا، وكاين الناس اللي معطيتهمش ديديكاس ويسمحوا لنا والله العظيم، بحال رجاء بن سكي، بحال محمد المالكي الجزائري من ديال الفرنسيه، اختي مريم من الجزائر، اختي ام عاد الجزائريه، ام طه العثماني، سندس، بزاف بزاف الناس. المهم جميع المتتبعين اللي ما ذكرش الاسم ديالهم يسمحوا لي، وجزاكم الله كل خير. غادي نقول لكم ما بقى لي غادي نقول لكم جمجموا ولا تخمخموا، ديروا جو تيم، ديروا بابينو. باي.